يا مرحبا بكم. اليوم بنسير مكان مو بوايدين يعرفون عنه ومن أجمل الأماكن في الفجيرة. المكان خيالي والجو بارد ولا أروع، يخليك تروق لا إرادياً، يعني المكان بروحه يتكلم عن نفسه. شوف، شاطئ العقة في الفجيرة، واليوم عندنا طبخة مميزة والكل يحبها وموجودة في كل بيت إماراتي يلي هي الثريد، وأدري البعض يسمونها فريد. بننزل الدياي على شوية زيت، ننزل بصل، بننزل الثوم، ننزل الزنجبيل، بهارات صحيحة، شكله ثريد يطلع لذيذ ويانا والله. بننزل الكركم، بننزل البزار، بننزل معجون الطماط، بننزل خضرة مشكلة، بطاط والكوسة والجزر، ونحرك وننزل عصير طماط فريش، بنملح شوية، فلفل أسود، بنزيد ماي إلين ما الطبخة تجهز. تعالوا أخبركم شوية عن المكان. تعرف هالمكان في عام 1995 أصدر حاكم الفجيرة الشيخ حمد بن محمد الشرقي مرسوم بإنشاء محمية في هذه المنطقة عشان يحافظون على الحياة البحرية من التلوث والانقراض لكل من الأسماك النادرة والطحالب والسلاحف البحرية، وهي تشتهر أيضاً بكونها محمية طبيعية فيها شعب مرجانية ملونة وسلاحف اللي بتشوفونها فترة الصبح قبل شروق الشمس. ترى هذا المكان جزء من السياحة الخضراء في بلادنا. منقذ الحلقة لليوم قلب خبز في تاريخ المخابز كلها. ننزل في صالونتنا على خبز رقاق، وطبختنا صارت جاهزة، بس ما قلتوا لي شو تسمونها، فريد ولا فريد؟ بالعافية عليكم.